هل فعلا منتجات الكولاجين اللي موجوده في الماركت سواء كانت اقراص، كانت ساشتس، كانت امبولات، وحتى سيرمز على الاسكان، هي دي اللي هتخلي بشرتك بتلمع؟ هل كلها زي بعضها؟ هل هي دي اللي هتساعدك ان تشد البشره وتمنع منها الاثار بتاعه الفاين لاينز او التجاعيد؟ تعالوا نعرف مع بعض الحقيقه بتاعه الموضوع. اولا لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا في جسمنا اكتر من 28 نوع من الكولاجين، انما الميجور هم 3، 1 و2 و3. اللي موجود عندي في الجلد بتاعي وفي البشره بتاعتي هو النوع الثاني من الكولاجين، والنوع ده عاده هم اللي بياخدوا الخلاصه بتاعته ويحطوها سواء في اكياس او يحطوها في كبسولات او يحطوها في سيرمز او يحطوها حتى في امبولات للشرب. ولكن المعضله هنا فين؟ التركايه هو متكسر بنسبه قد ايه؟ لان الكولاجين لو مش جاي لي متكسر ونسبه التكسير بتاعته اعلى من 35 ل 40% ومتكسر لوحدات صغيره، امتصاصه هيكون ضعيف وتاثيره عندي على البشره هيكون ضعيف. وده اللي بيخلي عندي منتجات سعرها بتكون غالي شويه ومنتجات بيكون سعرها رخيص، وحتى الرخيص بيكتب ان كاتب عليه من بره هيدرولايزد كولاجين. هيدرولايزد دي كلمه عامه، انما بيديني قد ايه جزيئات ثنائيه وثلاثيه من الكولاجين. الحاجات دي نبص عليها على المنتج ونسال قبل منها، وده اللي بيخلي عندنا بعض السيرومز والكريمز بتاعه البشره ويكون سعرها اغلى من غيرها شويه. نفس الكلام ده اللي بيخلي عندنا بعض الامبولز اللي جاهزه للشرب سعرها بتكون اغلى من الباقيين، لان بتكون الجوده بتاعه الكولاجين المتكسر بالشكل الفعال بتكون اعلى بكتير. انا جاي هنا عشان اقول لك الكلام ده في الفيديو، مش اي حاجه نجيبها وخلاص، مش اي حاجه نستخدمها وخلاص. انا يهمني انك تاخد التاثير اللي انت بتدور عليه، وافتكر دايما ان صحتك اهم.